إزاي ممكن بيت يعني يبان هادي ومستقر من بره ويكون جواه بركان غضب ممكن ينفجر في أي لحظة؟ وإيه اللي ممكن يوصل أخ إنه ينهي حياة عيلته كلها؟ والأهم بقى، إيه الأسرار اللي ممكن تكون مدفونة ورا الصمت طويل؟ صمت ممكن يكون هو نفسه سبب الكارثة. النهاردة هنتعمق سوا في تحليل مجموعة مصادر وصلت لنا عن قضية هزت الأردن الحقيقة، قضية صرخة القاتل الصامت. هنحاول نستعرض أهم النقط والتفاصيل اللي يمكن تكون غايبة عشان نفهم الأبعاد المختلفة للقضية دي والدوافع المعقدة اللي وراها. الهدف إننا نفهم إزاي الصمت ممكن يكون يعني أخطر بكتير من الكلام. بالظبط. والقضية دي بالذات بتخلينا نسأل أسئلة مهمة جدا عن ديناميكيات الأسرة والمجتمع. هل العنف ده يعني بيجي فجأة ولادة لحظة غضب، ولا هو أصلا نتيجة تراكمات سنين من الإحساس بالظلم، يمكن التجاهل؟ المصادر اللي معانا بتشير لأبعاد نفسية واجتماعية عميقة، هنحاول نفككها سوا ونشوف إيه الدروس اللي ممكن نطلع بيها. طيب خلينا نبدأ بالصورة الأولية اللي بترسمها المصادر دي. احنا بنتكلم عن بيت أسرة يعني تبدو عادية جدا. الأب أبو رائد وأولاده الثلاثة رامي عصام وسمر، لكن التقارير وبعض الشهادات يعني شهادات ناس قريبة بتلمح لوجود توترات دفينة، إحساس بعدم المساواة بين الإخوة. الأب هو كان شايف إنه عادل، لكن يبدو إن الأولاد وبالذات عصام كان ليهم رأي تاني خالص. النقطة دي مهمة جدا. الإحساس بالتهميش ده بالظلم خصوصا لما يستمر فترة طويلة بيخلق مرارة. المصادر بتوضح إن عصام الابن الأوسط كان غرقان في مشاكل مالية وديون، وكان حاسس إن في تفضيل واضح لأخوه الكبير رامي. والإحساس ده للأسف مش بيختفي لوحده، لا ده بيتراكم وبيغذي مشاعر سلبية ممكن توصل لمرحلة خطيرة جدا لو مفيش متنفس أو حتى حوار حقيقي. وللأسف التراكمات دي فعلا وصلت للانفجار في ليلة معينة تفاصيلها مؤلمة قوي في محاضر التحقيق. عصام استخدم سلاح ناري قديم وقتل الأب والأخ والأخت، وحتى بنت أخوه الصغيرة جنى ما اتصابتش بس بجروح جسدية، لا دي صدمة نفسية مرعبة أكيد. الجريمة حولت هدوء المنطقة كابوس حقيقي. واللي عقد الأمور أكثر وأكثر هروب عصام بعد الجريمة على طول. التحقيقات اللي جت بعد كده زي ما بنقرأ في تفاصيلها بدأت تكشف جوانب تانية خالص في شخصيته. اكتشفوا نشاطه على منتديات إلكترونية معينة، والأخطر من ده مذكرات شخصية كان كتبها على مدار سنين طويلة. المذكرات دي يعني بتدينا لمحة عن قد إيه كان حاسس بالظلم، بالغضب المكبوت اللي كان جواه. ومش بس كده، ده في تقارير أمنية أشارت لاكتشاف خطة ب. يعني عصام هو ما كانش مخطط للانتقام من أسرته بس، لا ده كان محضر لجريمة تانية خالص في مكان شغله القديم اللي اتفصل منه. ده بيوضح إن إحساسه بالظلم الموضوع كان أوسع بكتير من مجرد خلافات أسرية. وهنا بقى بنوصل لنقطة محورية كشفتها التحقيقات المعمقة. الموضوع طلع مش مجرد مشاكل فلوس أو تفرقة في المعاملة وبس، لا في إشارات في بعض السجلات القديمة أو يمكن شهادات لحادث حصلت لعصام وهو طفل. طرف فيها كان جار قديم للعيلة اسمه غسان. الحادثة دي اللي غالبا يعني كانت اعتداء أو تحرش للأسف، العيلة عرفت بيها لكن اختارت تسكت، يمكن خوفا من الفضيحة من كلام الناس. والصمت ده غالبا كان هو البذرة الأولى اللي اتكون جواه على مدار السنين. فعلا، وده بيخلينا نفهم أكتر الاكتشاف الصادم التاني اللي شافوه في مسرح الجريمة واللي وثقته الصور وتقارير الأدلة الجنائية. أوضة مقفولة في بيت عصام، أوضة الجدران بتاعتها متغطية كتابات زي أنتم جعلتموني هكذا، وكأنها كانت صرخة أخيرة بعد كل السنين دي من الصمت والإحساس بالخذلان. هو موثق فيها كل إحساس بالنبذ والتجاهل اللي حس بيه. القصة دي بصراحة بتورينا بشكل قاسي جدا إزاي الصمت عن الظلم، إزاي التجاهل المتعمد لألم شخص ممكن يكونوا جريمة في حد ذاتهم. لما بنختار نتجاهل صرخة استباسة أو حتى شكوى متكررة، إحنا ممكن نكون بنساهم في صنع وحش بإيدينا من غير ما نقصد. الدرس المستفاد من تحليل المصادر دي واضح قوي. أهمية المواجهة، أهمية إننا نسمع بعض بجد بدل ما ندفن المشاكل تحت السجادة لحد ما تتحول لكارثة تدمر الكل.
العدالة لما تتأخر قوي كده ممكن تتحول لشكل تاني خالص من الانتقام. عبرة قوية ومؤلمة فعلا، وفي النهاية صدر الحكم بإدانة عصام، وده كان متوقع. لكن السؤال اللي بيفضل يطرح نفسه بعد قراية كل تفاصيل القضية دي والمصادر اللي معانا، هل عصام هو المسؤول الوحيد؟ ولا كل حد شاف وعارف وسكت كان له دور بصمته ده في اللي حصل؟ قضية بتفتح عينينا على أهمية التواصل الحقيقي، وقد إيه مهم إننا ما نستهونش أبداً بأوجاع الآخرين مهما كانت تبان صغيرة. الأسبوع الجاي تحليلنا هيتنقل لقضية تانية، قضية برضو أثارت جدل كبير في مجتمع تاني خالص، قضية قاتلة الأطفال في الكويت. هنستعرض سوا مصادر المتعلقة بقصة عاملة منزلية اتهمت بقتل طفلين من العيلة اللي كانت بتشتغل عندها، وهنشوف إزاي القضية دي فتحت ملفات حساسة جدا عن المعاملة وعن التمييز، ويمكن كمان عن الاضطهاد الطبقي وتداعياتها القانونية والاجتماعية المعقدة. تابعونا.